السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم بالفيديو المنتظر، الفيديو التحفة اللي كلنا بنموت فيه. بصوا بقى جمال وحلاوة الفسيخ. بصوا الفسيخ ده ولا تقولوا لي تورته ولا جاتوه، احلى حاجة في الدنيا. ده هرمون السعادة مش الحلويات. تعالوا بقى نشوف الفسيخ القمر ده عملناه ازاي، وزي بالزبدة كده معاكي، وبطريقة سهلة وبسيطة وتنافسي بيه المحلات الكبيرة كمان. ولا اجدعها فسخيني تعملي الفسيخ بمنتهى السهولة. يلا بقى علشان تعمليه قبل العيد ويلحق يستوي معاكي. يلا تعالوا نشوف الطريقة وازاي عملناه بالطريقة دي، وازاي يطلع معاكي لونه تحفة كده، وزبدة زي ما بيقولوا طعمه جميل، وكمان الكمية معاكي هتبقى كبيرة وما تشتريش من بره خالص. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نخش الفيديو بقى ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللايك والشير اللي بتعمليه للفيديو بيخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، فطبعا الفيديو بيتشاف وغيرك كمان بيستفيد. ساعدوني علشان اقدر اعمل فيديوهات كتير والبي كل الطلبات بتاعتكم، ان احنا نرفع الفيديو بلايك. اللايك بيفرق كتير كتير. بصوا بقى الفسيخ بتاعنا زبدة ازاي، فظيع فظيع فظيع. بصوا بيتشال اساسا من الجلدة بتاعته بمنتهى السهولة. بصوا الفسيخ زبدة زبدة زبدة، مش مستحمل اساسا المعلقة. حاجة كده ما شاء الله، جميل جدا جدا. دلوقتي كيلو الفسيخ بمبلغ وقدره. طلعت تجيبي مثلا 2 كيلو بكتير وسمك بوري وهتعملي احلى فسيخ في البيت ضمنه، عاملاه بايدك نظافة. وفي نفس الوقت ان سعره مش هيبقى زي اللي بنشتريه من بره سعر غالي. تاني حاجة الكمية نفسها هتبقى كبيرة غير الكمية اللي بنشتريها من بره. يعني لو اشترينا كيلو فسيخ من بره مخلي هتلاقيه حتتين كده، لكن لو انت عملتيه في البيت هتلاقيه كمية ما شاء الله محترمة جدا. دلوقتي اوريلكم، دول كانوا 3 كيلو فسيخ. ما شاء الله عملوا كمية حلوة جدا جدا. لو جبناها من بره هنجيبها بمبلغ وقدره. بصوا بقى الفسيخ بتاعي تحفة 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 بجد. انا مش عايزة اجري الحتة واحنا بنشيل يعني بنخلي الفسيخ، لان في ناس كتير ما بتعرفش تخلي. بصوا سهل جدا، بنمسك كده طرف الفسيخة وبالمعلقة كده وبنشيل على طول. هو اساسا عشان مستوي ما شاء الله زبدة كده مش مستحمل اساسا، حتى بيتقطع وانا بخليه مش بتطلع الشريحة كاملة كده. بصوا بصوا بجد عايزة اقول لكم طعمه رهيب. هنقول تركات تخلي الفسيخ معانا يطلع ممتاز جدا، يبقى طعمه زبدة ما يبقاش مالح. الفسيخ ليه تركات بسيطة كده لو خدنا بالنا منها يطلع معانا احلى من اجدع فسخيني. يلا بقى بينا نشوف الطريقة ونشوف عملناه ازاي. بس زي ما قلتلك ما تنسنيش في لايك للفيديو. بصوا الكمية ما شاء الله، دي كمية 2 كيلو ونص كمان، مش 3 كيلو. هقول لكم النص كيلو راح فين. بصوا زبدة ازاي، واللون بتاعه خطير خطير خطير. تقدري تعمليه وتشيليه حتى لو عملتيه من بدري زي كده، تشيليه عادي في التلاجة لغاية العيد. شوفوا انا عملته وخليته وشلته بقى ايه للعيد عشان يبقى مخلي جاهز كده. اطلع على طول على الاكل اهو زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. طريقته سهلة وبسيطة وجميلة. طولت عليكم، يلا بينا نشوف. هنا الاول انا جبت 3 كيلو سمك بوري. اهم حاجه ناخد بالنا ان السمك بوري مش طبار. بصوا بتبقى البوز بتاعت السمكه كده مدور، مش رفيع كده، مش عامل زي المنقار، مدور كده. وبتبقى الراس بتاعته صغنططه غير الطبار. الطبار بتبقى الراس بتاعته كبيره، وبيبقى البوز بتاعه زي ما يكون ليه منقار كده. تمام. الطبار مش حلو خالص في التخليل وبينشف وبيبقى مش حلو خالص. ناخد بالنا قوي من السمك البوري عن السمك الطبار، لان انا مره صراحه يعني اتخميت فيه وخللت الطبار ورميته، والله ما كانش حلو خالص، كان ناشف جدا. زي ما احنا شايفين كده بجيب السمك بتاعي بغسله، بخلي الراس لتحت واغسله علشان تحت الميه الجاريه كده، عشان لو في اي طينه مسكت الايد الكلام ده كله يعني تطلع منها. احط ايدي كده في الخياشيم عشان لو في اي طينه ولا حاجه. حطيته زي ما انتوا شفتوا، انا كنت الاول حاطاه في شفشق كده بلاستيك، لقيت الشفشق مش هياخدهم كلهم عشان ما شاء الله حجمه كبير حلو وكمان الكميه ما شاء الله. فحطيتهم بقى في البوله الاستانلس ديت وسبتهم كده يتصفوا لغايه يعني مثلا
من الساعة 2 مثلا لغاية الساعة 7 بالليل. لو احنا في الصيف هنحطه في التلاجة، ما نحطوش ابدا يتصفى كده بره. لو احنا في الصيف لازم نحطه في التلاجة عشان ما يحصلوش حاجة. لو احنا في الشتاء عادي ممكن نسيبه في المطبخ على الرخامة يتصفى براحته خالص. انا كنا في الشتاء زي ما انتم شايفين فسيبته في المطبخ. هنا بصوا بعمل مساج للسمكة علشان تطلع معايا زي ما انتم شفتوا زبدة كده. بعمل الديل بتاعها زي ما انتم شفتوا، وبتك على الشوكة بتاعة الظهر كده العظمة اهي. بخلي اللحم من العظم بتاعه، من الشوك بتاعه، وببتدي اضغط على اللحم بتاعه وبفككه كده من الشوكة زي ما احنا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعد ما سبته يتصفى وقت كبير زي ما احنا شفنا، هبتدي بقى اجيب مناديل مطبخ وابتدي انشف السمك بتاعي. لازم خطوة مهمة جدا ان السمك بتاعي يكون ناشف عشان ما يحصلوش لا قدر الله اي حاجة يعني واحنا بنخلله. بمسك المناديل كده في الخياشيم بنشفها كويس جدا وانشف سطح السمكة، وبعد كده بحشي الخياشيم مناديل واسيبها لغاية اما نعمل الخلطة بتاعة السمك. انا عملت كل الكمية كده. هنا بقى عندي ملح وعندي كركم وعندي شطة وعندي زيت بس. ملح قد ايه؟ انا حطيت على ال3 كيلو دول حوالي كيس ونص ملح كده او كيسين الا. الكيس الصغير مش الكبير. ملح عادي خالص، تقدري تعملي ملح خشن وتقدري تعملي الملح العادي اللي احنا بنستعمله العادي اللي بنطبخ بيه. انا استعملت الملح العادي لان ما كانش عندي غيره. حطيت حوالي معلقه كركم او معلقتين كركم كده، حوالي معلقه ونص كركم ومعلقه كبيره شطه. وحطيت الزيت بالتدريج لغايه ويعني فضلت ادعك في الملح كده لغايه اما بقى عامل زي الرمل بتاع المندي كده. عارفين الرمل المندي؟ الخليط بقى عامل زيه. هنا الشطة ملهاش اي علاقة، مش هتخليه يتشطشط ولا يبقى حراق ولا اي حاجة. الشطة بس علشان زي مادة حافظة كده عشان لا قدر الله ما يحصلوش اي حاجة ولا يدود ولا اي حاجة من الكلام ده. والكركم برضو مادة حافظة وفي نفس الوقت بيدي لون للسمكية من بره. زي ما انتم شايفين كده باخد الملح بتاعي وبحشي الخياشيم كويس جدا 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 لغاية ما يبقاش فيها مكان يتحشي. والبق بتاع السمكة كده بفتحه وبفضل احشي فيه الملح لغاية لما اوصل لان خلاص مفيش. وبعد كده بقلب السمكة نفسها في الملح زي ما احنا شايفين اهو. طلع طبعا المناديل وابتدي ايه احشي الخياشيم والبق بتاع السمكة بملاهم على الاخر ملح، بملاهم على الاخر. هتقولي لي كمية الملح كبيرة كده يبقى يطلع ملح مش ومش عارفة. عايزة اقول لكم ان كمية الملح مهما زادت، حتى لو حطيتي في الكيس كيلو ملح وانتي بتخلليه الكيس اللي انتي هتخلليه فيه مش هيأثر عليه ابدا. ليه؟ لان الملح هنا ملوش علاقة خالص خالص ان السمكة تبقى مالحة او تبقى دلعة. اللي بيخلي السمكة ملحها زيادة او حلوة. هنا بصوا انا حطيت الاول، هنا جبت كيسين تلاجة نضاف كده وحطيت سمكة راس وديل، راس وديل. يعني مش هحط الراسين جنب بعض بتوع، يعني مش سمكتين راسانهم جنب بعض، لا حطيت راس وديل يعني سمكتين، سمكة من ناحية الراس وسمكة من ناحية الديل زي ما انتوا شايفين كده. عكس عكاس يعني. ولبسته كيس تاني زي ما انتوا شايفين كده برضو بتاع تلاجة، وحطيت في الكياس نفسها حبة ملح. بعد ما حطيت السمك حطيت في الكياس حبة ملح. هجيب كده اللزق. حطيت كل 3 في كيس لان هما كانوا 6 سمكات اهو زي ما احنا شايفين. هجيب اللزق كده والزقه، ولو ما عندكيش لزق بقى عادي يعني ممكن عادي كده في كيسة تانية تضميه، بس انا قلت اللزق علشان يبقى يعني محكوم شوية. هجيب بقى، هاتي بقى كل الكياس اللي عندك اللي انتي مش عايزاها وابتدي حطي بقى. اهم حاجة تخرجي الهواء من الكياس وانتي بتحطي الفسيخ زي ما انتم شايفين كده. هفضل بقى احط في اكياس على قد ما تقدري حطي. انا لميت كل الكيس اللي عندي اليوم ده. عايزه اقول لكم ان الملح الكتير او قليل مش هو ده اللي بيتحكم خالص ان السمكه تبقى مالحه او عدمه. ايه اللي بيتحكم؟ مده التخليل. يعني السمكه اللي بتتخلل 10 ايام ملحها بيكون اقل من السمكه اللي بتتخلل 15، من السمكه اللي بتتخلل 20، من السمكه اللي بتقعد شهر. تمام. بعد ما يبقى كده عارفين نسبة الملح ايه اللي بيحصل يعني. هنا بعد ما حطيته وغلفته بالكياس كده كل يوم الصبح كده هقلبه على وش. يعني النهارده كان على الوش ده، بالليل يبقى على الوش ده، وهكذا الصبح وبالليل بقلبه كل يوم الصبح وبالليل. علشان ايه؟ علشان يبقى من كل الجوانب ايه يعني متقلب، يعني ما يبقاش على جنب واحد فيبقى هو بس اللي مستوي حلو. زي ما انتم شايفين كده انا فتحت عليه هنا بعد 10 ايام بالظبط واحنا في الشتاء والدنيا تلج. رقية بنتي انا عايزة اكل الفسيخ. معلش يا ماما طب افتحي زمان يا بنتي لسه والله الدنيا ساقعة مش راضية تسمع كلامي. ففتحت عليه، طلعت سمكية واحدة بس عشان اراضيها وعلشان اوريلها ان هو ايه، بص هو مستوي بس مش الزبدة اللي شفناه في اول الفيديو.
بصوا انا اول ما فتحتها كده ولقيتها ماشي الحيل مستويه بس مش هي دي اللي انا عايزاها، رحت جبت السمكتين التانيين ولفتهم وشلتهم مكانهم تاني، ما رضيتش اجي جنبهم يعني. بعد ما فتحت عليه ولقيته لسه، عشان لو حد اضطر ان يفتح على السمك وما كانش عارف انه استوى ولا لا ولقاه ما استواش، ارجعي تاني لفيه عادي، دخليه في اكياسه عادي تاني ولفيه وشيليه، بس اهم حاجه لا تفتحيه، يعني ما نقصوش بالمقص زي ما انا عملت كده، ولا تغسليه، لو غسلتيه او فتحتيه شكرا ما ينفعش تاني يتلف. بصوا هي مستويه بس مش الزبده اهي. فانا لفيت الاتنين التانيين، هي ديت بقى النص كيلو اللي بقول لكم، وهتعرفوا هي راحت فين. ديت احنا كلناها انا ورقية، طعمها فظيع طبعا، بس كانت لسه عايز تقعد شويه. هنا بقى بعد ما سبته بالظبط، سبته قد ايه، سبته 17 يوم. يعني بعد اسبوع من اللي انا فتحته، هما السمكتين اللي انا رجعتهم تاني اهم، بعد اسبوع من ما فتحته سبته اسبوع تاني، يعني سبته 17 يوم بالظبط. في الجو الساقع جدا اللي احنا فيه، انت ممكن تسيبيه 20 21 يوم. ليه؟ ان انا المطبخ بتاعي كل يوم شغاله الفرن فيه، كل يوم يعني لان انا بخبز اوردرات الشغل وكده، فكل يوم بخبز، فالفرن على طول شغاله فيه، فالمطبخ عندي دافي بطبيعته علشان كل يوم بخبز. يمكن انت اكيد المطبخ بتاعك مش زي، مش كل يوم مشغله فيه الفرن، فعلشان كده بقولك ممكن تسيبيه 20 يوم. انا سبته 17 يوم وكان بالطريقه اللي انت شفتوها دي، زبده زبده زبده. همسك السمك اول حاجه زي ما انتوا شايفين، اول لما بفتح عليه بقشره، بشيل السفه منه عشان لما اجي افتحه ما لاقوش السفه ده دخل جوه اللحم. قشرته كويس جدا وغسلته، يعني انا قشرته وغسلته بالميه عادي خالص، وبعدين هبتدي بقى اخلي السمك. الله يسامحهم بقى ولادي، مش عارفه اودوا المقص الحامي فين، ما لقيتش الا المقص ده بيقص باعجوبه صراحه. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا لونه وردي فظيع، زبده زبده زبده. دي السمك اللي انا فتحت عليه في الاول، بصوا بقى هنا زبده، فظيع فظيع. هوريلكم لحمه عامل ازاي. اولا اللون خطير، لحمه زبده زي ما احنا بنقول. الاولاني كان لما فتحت عليه كان لسه شويه، فسبته اسبوع تاني زي ما انتوا شايفين بقى. بصوا بصوا السمكة، بصوا جمال اللحم بتاعه، بصوا غير لما شفناه في الاول خالص. انا حبيت ليه ما شيلش المقطع اللي انا فتحت فيه الفسيخ في الاول وهو لسه 10 ايام، علشان انتي لو انتي افترضنا وانتي فتحتي على الفسيخ بتاعك وما كنتيش تعرفي استوى ولا لا، عادي ارجعي اقفليه تاني عادي خالص ولفيه في اكياسه عادي تاني خالص وهيستوي عادي. كل يوم الصبح بنقلب الفسيخ، لو احنا حاطينه على الجنب ده بنقلبه على الجنب التاني، وبالليل هكذا كل يوم كده بنصبح ونمسي عليه كده كل يوم لغاية لما نفتح عليه. هينزل منك مية وهيطرد شوية من الملح بره الكيس عادي جدا، مفيش اي حاجة. تحطيه على صينية كده ولا حاجة وتسيبيه علشان لما ينزل حاجة مية ولا حاجة ما يبهدلكيش الدنيا. اهو زي ما انتوا شايفين كده هخلي الفسيخ بتاعي، طريقة خليه سهلة وبسيطة. بصوا اللحم بتاعه اساسا بيتقطع لوحده من كتر ما هو زبدة، الشوكة مش مستحملة اساسا. فظيع، طعمه خطير جدا. هتعمليه في البيت احلى من ما تشتريه من بره بكتير. طب لو انت بتتفرجي على الفيديو دوت وانت في الصيف وعايزة تخللي فسيخ هتعملي ايه؟ الفسيخ في الصيف بيقعد من 5 ايام ل7 ايام، مش اكتر من كده، وبيستوي بيبقى زبدة. بس في الصيف اللي هو يعني شهر 8 كده يقعد من 5 ل7 ايام. لو من شهر مثلا 5 واحنا طالعين ممكن يقعد بكتير وبكتير قوي 10 ايام. يعني اديني قلتلك في الصيف يبقى التخليل ازاي وفي الشتاء يبقى ازاي. طبعا لو احنا بنصفي الفسيخ لازم نصفيه جوه حاجة ونحطه في التلاجة، ما تسيبوش في الصيف ابدا في الجو بتاع المطبخ لان ممكن يعفن وكده الفسيخ هيضرب منك. لازم نحطه في التلاجة. لو احنا هنخلله في الصيف نسيبه يتصفى في التلاجة براحته، في الشتاء سيبته على رخامة المطبخ عادي جدا اتصفى وتمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الفسيخ رهيب رهيب بجد. اعملي في البيت اوفر وانضف واحلى، وهيبقى يديكي كميه كبيره. يعني انا عايزه اقول لكم اللي انتوا شفتوهم دول 2 كيلو ونص سمك، طبعا لان احنا كلنا سمكيه، لان احنا رقيه بنتي تفصى ما رضتش تستور لما افتح عليه كله مع بعضه. خطير، كلتها انا وهي على فكره.
بصوا السمكة رهيبة، مليانة دهن من جوه. هاتي الفسيخة او هاتي السمكة اللي تعدي النص كيلو، بلاش تجيبي اللي اقل من نص كيلو، هتبقى ناشفة ومش فيها لحم ومش هتبقى حلوة خالص معاكي. خليته وخلصته، انا هشيله بقى للعيد، قلت ايه اشيله كده علشان في العيد يبقى نضيف عندي واطلع على طول. هحطه بقى، بحطيه بقى في اي علبة، اي برطمان عندك زي ما انت عايزة. انا هشيله، هغطي وشه ده كله بالزيت، تغطي وشه كله بالزيت، لان الزيت هنا مادة حافظة، لو انت هتحطيه في التلاجة